قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة، هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. طلعت النهارده الصبح للحمام والجو برد وفي مطرة وشتاء والدنيا مش مستقرة. هقول لك ان شاء الله النهارده على خلطة طبيعية من البيت ملهاش اي حل، هتظبط معانا الدنيا وهتخلي صحة الحمام والعصافير، لو بتربي ارانب، لو بتربي فراخ بيضة، لو بتربي بط، لو بتربي اي نوع من انواع الطيور، الخلطة ديت ممتازة جدا. مضاد سموم، رافع مناعة، مضاد حيوي طبيعي، مضاد للحشرجة والكحة والجهاز التنفسي، كل حاجة موجودة فيه زي ما انتم شايفين كده. احنا هنجيب بصلاية، تمام، وهنجيب توم، فصين توم مطحونين، وهنجيب كمان شوية خل، مقدار ربع كوباية خل صغيرة، وهنحط عليهم كمان ليمونتين او ثلاثة على حسب يا جماعة الكمية والعدد اللي احنا شغالين عنده. يعني انت وانت عندك عدد كبير طبعا بتزود، بتخلي البصلاية بصلتين، وبتخلي الليمون اكتر، والجنزبيل المطحون كمان معانا جنزبيل مطحون بتخليه اكتر، معلقتين ثلاثة بدل معلقة ونص، وبتزود كمية الخل. فالكميات بتكون على حسب، انا الكمية ديت هتكفي معايا في حدود 3 لتر مية، هتتخفف على 3 لتر او 4 لتر مية. لو انت عندك اكتر من كده ممكن تزود، يعني الكمية دي ممكن تاخد معانا لحد 5 لتر مية. بعد كده هنضرب الكلام ده كله في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وهيطلع بالشكل ده. احنا صفيناه، صفيته انا هنا في الكسرونه دي، وهيطلع بالشكل ده. تمام. احنا هنا بعد ما عملنا الكلام ده كله بقى يا جماعه، ايه اللي حصل؟ احنا هنا اهو طلعنا اهو عند الحمام، اخدنا الكميه بتاعتنا اهي، ماشي. انا بس عايز اوريها لكم من جوه كده اهو، تمام اهي، ماشي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه بقى يا باشا اللي هيتم؟ طبعا احنا الكلام ده كله بقى احنا بنعمله ليه؟ البصل مضاد سموم ومضاد حيوي طبيعي، التوم مضاد سموم قوي جدا وبرضه مضاد حيوي طبيعي، تمام. طيب خلي التفاح مضاد سموم من الدرجه الاولى، بيقتل جميع البكتيريا الضاره، والجهاز المعوي بينضفه من اي سموم، وبيغسل الكبد وبيفلتر الكبد. الليمون طبعا فيتامين سي، فيتامين سي في البرد ده بيرفع من مناعة الحمام، يعني رافع مناعة قوي. طيب الجنزبيل، الجنزبيل طبعا منظف قوي جدا للجهاز التنفسي عند الحمام وعند الارانب وعند عصافير الزينة وعند الفراخ والبط وكل الطيور. فاحنا جمعنا الكوكتيل ده كله مع بعضه وحطيناهم زي ما انتوا شفتوا كده تحت، تمام. طيب ايه العمل بقى دلوقتي؟ زي ما انتوا شايفين كده انا مظبط الدنيا اهوت، والحاجات دي كلها كل سقايه من دولت يا جماعه هي نص لتر. طيب نعمل ايه؟ هنسحب بسفنجه عاديه زي دي 5 سم كده، نص 5 سم على كل نص لتر ميه، يعني بمقدار 10 سم على كل 1 لتر ميه. تمام الكلام كده زي ما انتم شايفين اهو قدامكم موت الشغل، ماشي اهو. طبعا دي كده 5 سم اهي، ماشي. ده طبعا الايه الشغل الخلطه اللي احنا عاملينها. هنيجي كده هنا اهو، ماشي اهو، اهي زي ما انتم شايفين اهو، وتقلبوا كده. طبعا اللون ايه اتغير اهو معانا، تمام، وهكذا. طيب السقايات الصغيره بتاعت العصافير اللي هي اللي زي دي كده، السقايات دي بتاخد 2 سم كفايه على كل سقايه ميه بتاعت عصافير. لو عندك ارانب بتحط لهم برضه 5 سم على كل نص لتر ميه. لو عندك خزان بتاع ميه كبير بتاع ارانب بتحط فيه الخلطه اللي احنا عملناها دي،
وتفضيها على الخزان الميه ال3 لتر او ال4 لتر كلهم، وتخلي الارانب تشرب والصغيرين بتوع الارانب بيشربوا. وانا هنا على فكره عندي زغاليل اهي، لو انتوا شفتوا كده، اللهم صل على سيدنا محمد، زغاليل جوه اهي لسه طالعه برضه، ما تخافش منها، الخلطه مش مؤذيه. عندي زغاليل فوق اهي كبيره شويه، برضه الخلطه مش مؤذيه. يعني تحت الحمام عندك زغاليل، تحت الارانب ارانب صغيره، تحت فراخ حجمها صغير حجمها كبير، ما تقلقش من اي حاجه. عصافير برضه زغاليل صغيرين تحت ابوهم وامهم، ما تقلقش من اي حاجه، الخلطه امنه جدا وممتازه جدا. طيب نعمل الكلام ده كل قد ايه يا عم محمد؟ في الجو الشتاء ده والجو البرد ده ممكن تعمل القصه ديت كل اسبوع مرتين، وتستمر عليه ان شاء الله، هتلاقي صحه الحمام والطيور عندك ممتازه جدا وزي الفل، ومناعتهم قويه. لو جه شويه برد في الجو او جه شويه شتاء جامدين في الجو ومطره جامده، ان شاء الله حمامك وطيورك مش هيتاثروا باي حاجه خالص. دي كده كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، وحابب انوه عليكم في اخر الحلقه ان احنا عاملين ان شاء الله هنعمل سحب على جوز حمام مودينا ايطالي. فيا ريت لو انت مش مشترك في القناه انصحك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، عشان خاطر ان شاء الله قريب جدا هننزل فيديو مسابقه على سحب على جوز حمام مودينا ايطالي. فخليك متاكد دايما انك انت مشترك في قناه فنان تربيه الحمام على اليوتيوب، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.